موعد وتوقيت مباراة الزمالك وحرس الحدود القادمة في دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة المصرية، وذلك بعد تعادل نادي الزمالك مع كهرباء الإسماعيلية ب3 أهداف لكل فريق في الجولة الأولى. وسيلتقي نادي الزمالك مع حرس الحدود في منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس الرابطة يوم السبت المقبل 20 ديسمبر في 8 مساء بتوقيت القاهرة، 9 بتوقيت السعودية، وقطر 10 بتوقيت الإمارات، على استاد المقاولون العرب. وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت. ويتواجد نادي الزمالك في المركز الثاني في ترتيب جدول المجموعة بالتساوي مع كهرباء الإسماعيلية بنقطة واحدة لكل فريق، بينما لم يلعب حرس الحدود مباراة في الجولة الأولى. وسيلتقي نادي الزمالك مع سموحة في منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة كأس الرابطة المصرية يوم الخميس 25 ديسمبر. وسيستعيد نادي الزمالك خدمات كل من محمود الونش ومحمد عواد للمشاركة مع الفريق في المباريات القادمة بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخب مصر الثاني في بطولة كأس العرب وتوديع البطولة. ويسعى نادي الزمالك للفوز في المباراة القادمة وحصد ال3 نقاط لتعويض نتيجة المباراة الأولى وعدم نزيف نقاط أخرى لعدم تصعيب الأمور على الفريق في التأهل للدور ربع النهائي.